جداد يا استاذ وزاره الاعلام. بس انا عايزه اعقب المسؤولين والمسؤولين العجينه ده ما ده مش انت، كلنا كده. لا بروح يعني حضرتك 200 مهرجان وده هو كل الدول اللي زرتها ولا حد من المسؤولين بيعمل حاجه لانه حاسس ان في حاله تردي ورجوع للخارج. يبقى لازم احنا نقول بقى بقى اصحاب الافلام التسجيليه لازم يتحدوا ويقولوا احنا هو موجودين اهو. لازم لما يكونوا كده ايد واحده هيقدروا، زي ما الاستاذ علاء نصر قال انا لازم اعمل مهرجان في القاهره للفيلم التسجيلي، وتعب كتير جدا وكان يا ريت نعمل ده، نتمنى ذلك. انا عايزه بس كنت عايزه اعقب على الاستاذ حسام فيما يخص انه الفيلم التسجيلي فيه عيبين. اولا التسجيلي والقصير ان هو غير ان ما فيش ثقافه اجتماعيه، ثانيا ان هو لا يعتمد على النجوم. يعني انا اعتقد ان منهج الاعتماد على النجوم ده منهج صدرته لنا افلام الدعايه والاعلام والاعلانات. انه حتى دلوقتي احنا في التلفزيون لو بتلاحظوا في اعلانات مكثفه جدا يقول لك انه بيبسي وكوكاكولا هم اللي بيكتشفوا مواهب الجديده في كره القدم في الغنى. يعني احنا دوله بيبسي بقى، يعني اذا كان بيبسي هي اللي عليها انها تكتشف النجوم الصاعده في مصر، طب الحكومه هتعمل ايه؟ يعني انا اعتقد انه مساله النجوم دي كذبه كبيره جدا، بدليل ان احنا قبل 5 سنين ما كناش نعرف حاجه عن التلفزيون التركي ولا عن نجومه. دلوقتي اصبحوا نجوم لانهم اتفرضوا علينا في كل القنوات. انا بتصور ان الاول لازم نبتدي بثقافه العرض، ثقافه العين، زي ما قالت الاستاذه وفاء، انك انت لو انت خصصت ميعاد محدد للفيلم التسجيلي والقصير في قناتين او 3 هتلاقي بعد شويه هتلاقي جمهور قاعد زي ما الجمهور اللي كان بيجي عندها، هتلاقي جمهور قاعد. يعني اولا هو هذا الفيلم بيلبي احتياج عصري، هو قصر المده بتاعته، انه مش كل الناس حتى لو كانت بتحب الافلام الطويله ممكن يبقى عندها 2 ساعة يوميا. وبالتالي انت لما بتربي مشاهد بتربي عينه على الاختلاف، على افكار مختلفه وعلى موضوعات مختلفه وعلى موضوعات بتناقش قضاياه الخاصه، في ناس كتير قوي فعلا بيفتقدوا هذا النوع من الفن. بالتالي انت بتكون عندك رصيد ثقافي. بعد كده مساله النجوم دي انساها، يعني هو على فكره احنا ما اختلفناش يا استاذه، ده بالعكس، ده انا بقول ان للاسف عشان الناس اتعودت على النجوم في افلام الهلس اللي بتشوفها والافلام التعبانه اللي بتشوفها، فخلاص ما بقوش عايزين اي ماده اخرى بدون نجوم. بس في حاجات بتنجح بدون نجوم تسجيليه برساله، معلش، بس في حاجات بتنجح بدون نجوم. طبعا اتعودنا عليها، ثلاث وحاجات اتعودنا عليها. قبل ما اسيب اتفضل. النقطه المتصله باللي قالته مجدي هاني، نوعيه الفيلم التسجيلي. يعني احنا بنشوف، يعني انا حتى على النيل الصحفيه ولا الاخبار بشوف افلام مثلا تتكلم عن الاثار الاسلاميه، كاميرا بتستعرض القيم المعماريه بتاعت المبنى، والسكريبت بيتكلم كلام بعيد او حتى قريب، يعني مش مشكله، بس عنصر الجذب والجاذبيه مش موجود، او التشويق او يعني الكتابه مكتوبه بحرفيه. احنا بنشوف الافلام المعموله عن القلاع مثلا ولا الكنائس القديمه في الوثائقيات الاجنبيه، حاجه مبهره جدا، وبيجيبوا شخصيات كمان تمثل داخل الجزء التاريخي من العمل، ما بيكتفيش بس باستعراض الاجزاء المعماريه من المبنى